تعالوا بقى النهاردة اقول لكم على اسهل وانجح طريقة لكفتة الرز اللي عمرها ما هتفك منكم ابدا، لا في الزيت ولا في الصلصة. شايفين شكلها جميلة وتحفة، ولا فكت وجميلة ولا كشت، تحفة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وكل العالم بألف خير. النهاردة هنعمل كفتة الرز زي ما انتم شفتوها في اول الفيديو بمكونات حلوة. طبعا انا جايبة لحمة من عند الجزار مفرومة، هي اساسها كمان باللحمة الجملي، بس انا جايبة لحمة مفرومة من عند الجزار. وهقول لكم المكونات. انا معايا كيلو لحمة مفرومة، ومعايا كوبايتين ونص رز، كوباية معيارية انا غسلاه من بالليل ومنشفاه على فوطة لغاية ما نشف زي ما انتم شايفين معايا. اليوم اللي بعمل فيه كفتة بغسله من بالليل ونشفه على فوطة، بسيبه مفرطة على فوطة. ومعايا بصلاية متوسطة حمراء، بصل الاحمر ده حلو قوي. معايا 3 حزم من الخضرة، كزبرة وشبت وبقدونس. ومعايا قرن فلفل حامي ده اختياري. معايا راس ثوم متوسطة. تمام. ومعايا التوابل هنرجع لها اما نيجي نحطها. هعمل اول خطوة هنا، هطحن الرز في المطحنة بتاعة الخلاط العادية. تمام. انا بطحنها هنا. طبعا بشغل الكبة، سوري، بشغل الخلاط واطفي، بريح طبعا الخلاط. بطحن الرز كله وبخليه ناعم خالص، وبعيد عليه بقى بصفاية او منخل يكون ناعم. شايفين انا منعمه خالص. طحنته كله ونخلته، بس الخطوة دي ما اتصورتش. نزلت بقى هنا في الكبة بالبصل والثوم والخضرة. انا هنا مش هحط ملح، مش هحط اي توابل عشان ما تنزليش ميه للبصل والكفته تفك مني. هنعم الخضره والبصل والثوم، هنعمهم خالص لغايه ما ينعموا خالص، يبقوا زي شبه العجينه كده. عايزه اقول لك ان الكفته في البيت بتبقى جميله ومضمونه ولا تنزلي تروحي للجزار ولا تتعبي نفسك، بتعمليها في البيت بترتاحي بجد. يعني انا على طول معتمده الطريقه دي. شايفين الخضره انا نعمتها ازاي؟ هنزل هنا بقى في البوله بتاعتي او الطبق بتاعي بالخضره، وهنزل باللحمه. هنزل كمان بالرز اللي انا طحناه. شايفين ناعم معايا ازاي؟ هنزل هنا بالتوابل، معلقه معلقه كزبره، معلقه فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، معلقه صغيره كبابه صيني عشان انا ما كانش عندي جوز الطيب. لو عندك جوز الطيب حطي سنه بسيطه، بتدي تست حلو قوي الكفته. وهحط الملح، وهعجنها حوالي دقيقه. هلم يعني الخليط كله في قلب بعضه. المرحله دي بقى انا هعجنها، وهننزل هننزل عليها، يعني هنزل افرمها في الكب. هوريكم دلوقتي انا هفرمها في الكب. هتعجني فيها حوالي بتاع دقيقه. نزلت هنا احط في الكبه، وهنا لما هتفرمي في الكبه انا بفرم حبه واريح الكبه، بفرم حبه واريح الكبه. طبعا عارفين الاجهزه بتسخن. سوري. هفضل اضرب في الكفته لغايه ما تتكون
يعني بتبقى حته واحده زي ما انتم شايفين كده. انا هفرمها هنا دلوقتي، يعني هفرمها وش وهفرمها تاني وش تاني، يعني انا هفرمها وشين، هفرمهم وارجع لكم. وهنا بعد ما فرمتها جميله جميله وتحفه. شايفين متماسكه ازاي مش سايله؟ وبص الانسجه حلوه فيها ازاي. طبعا الكفته هنا في ايدي سخنه، يعني رغم ان هي سخنه هوريكي تيست كده ان انا ببرمها بكورها ما بتفكش ازاي. تمام. هريحها في التلاجة حوالي نص ساعه. بس هوريكي خطوه. انا بجيب بعد ما هريحها هجيب حبه زيت في بوله هكورها. عايزه عايزاها مصوابه، عايزاها كور زي ما تحبي. وهنا بعد ما عملناها، شايفين شكلها؟ شايفين بركة ربنا؟ من كوبايتين ونص رز وكيلو لحمة، عمل كمية كبيرة قوي ببركة ربنا طبعا. خطوة أساسية ان انت تريحي الكفتة بعد ما تفرميها، عشان بتبقى طبعا سخنة. تتحط بس نص ساعة في التلاجة تشمع وتبتدي تصبعيها. هنا بقى في طاسة سخنة فيها زيت بنزل بالكفتة. انا ما بحطها ما بقلبهاش في ساعتها، بسيبها تاخد زي برضو تشميعة في الزيت او لون خفيف وابتدي اقلبها. عايزه اقول لكم في الوقت ده كانت ريحتها تحفه. شايفين شكلها؟ تحفه وجميله ولونها حلو قوي قوي. انا ما بغمقهاش عن كده. عايزه تغمقيها عن كده براحتك، انا هنا الاضاءه ظلماها بجد. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعت الكفته. انا هنا في حله حطيت معلقه سمنه بلدي. حابه تحطي زيت براحتك، بس انا بستطعم السمنه البلدي في الكفته، واللي متوفر عندك، يعني مش شرط سمنه بلدي، لو زيت برضو ماشي. حطيت معلقه سمنه بلدي. وانا بحب احط لها بصل، يعني هي اساس الكفته توم، بس انا بحط بصل بتدي تيست حلو قوي قوي للكفته. هنزل ببصلايه هنا انا مقطعاها مكعبات. وهنا البصل انا مش هحمره، انا يا دوبك يدي يعني لون خفيف وهتشوفيه معايا. انا مش هحمرها لان طبعا الصلصه بتاعت الكفته لازم تبقى خفيفه، لان طبعا انتي بتحطي فيها الكفته وبتسيبيها، وانتوا عارفين ان يعني الجو حر. انا عايزه اقولك كانت جميله بامانه بامانه ربنا، كانت جميله جدا. صفرنا البصله زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا شايفين اللون بس الكاميرا ظلماه. هنزل بفصين توم مفرومين. وهنا بقى برضو التوم مش هستنى عليه لما يحمر، انا اول ما يطلع ريحته هنزل بالطماطم. التوم مع البصل بيدي تيست حلو قوي في الصلصه. افضل اقلب فيها كده، واول طبعا ما ريحتها تطلع هنزل بالطماطم. معايا هنا حوالي كيلو طماطم انا ضرباه ومصفيه، بس كان تقيل زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها وهنزل هنا بمعلقه معلقه صغيره سكر عشان الحموضه. تمام. هقلب السكر. وهنا كانت ابتدت المادة الدهنية تطلع بتاعت السمنة. شايفين؟ بس الإضاءة كانت ظلمة. هنزل هنا بالتوابل: معلقة كزبرة، معلقة فلفل أسمر صغيرة، مكعب مرقة، وده اختياري، مش حابة تحطيه بلاش، بس عايزة أقولك بيدي تيست حلو برضو للكفتة بأمانة.
وحاجه ترجع لك، لو عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه خلاص. وهنزل هنا بمعلقه صغيره ملح، لان انا حاطه مكعب مرقه. واحط شويه ميه في البوله بتاعت الصلصه وهنزل بيهم. التركه دي حلوه قوي. ليه بقى؟ لان انا ما بزودش، لما بحط الكفته ما بزودش ميه، انا بسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها وتغلي وتديني سمك حلو في الصلصه. هنزل بالكفته هتشوفي معايا. وهنا بعد ما غلت حوالي 3 4 دقايق زي ما انتم شايفين. تمام. لما اجي احط الكفته بقى واديها كمان 3 4 غلوات تاني في قلب الكفته تتماسك، لان طبيعه الكفته فيها رز، وانتوا عارفين الرز بيشرب السوائل. وهتشوفيها معايا في الفيديو. هديها تقليبه وهغطيها تغلي 3 غلوات او 4، يعني لمده 3 4 دقايق على النار. تمام. انا بوريها لك هنا نقلتها، يعني حطيتها ما فكتش، يعني مجرد ما حطيتها في الصلصه زي ما هي برضو هنا. هغطيها وهوريها لك. وهنا بعد ما غليت حوالي 3 4 غلوات، بصي الكفته جميله ومتماسكه ازاي. في المرحله دي كنت انا عامله رز بس ما صورتوش بامانه، انا كنت تعبانه. تعالوا بقى بينا نغرف الرز نشوف. وهنا غرفنا الرز بالكفته. عايزه اقول لك طعمها تحفه وشكلها تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.